قصة مسلسل المتوحش تدور حول شاب اسمه يمان عاش طفولته مع أطفال الشوارع ويعيش في حي فقير مع فتاة اسمها آسيا وشاب اسمه جسور وشاب مقعد اسمه أموت، وأصيب بإعاقة لأنه قدم الماء ليمان عندما قام الرجل الذي يسيطر عليهم وهم صغار بحرمان يمان من الطعام والشراب، فقام الرجل بضرب أموت، وهذه الضربة أدت إلى إصابة أموت بالإعاقة. ويمان شاب يسعى لإيجاد طبيب يساعد صديقه أموت على الشفاء لأنه يشعر أنه هو السبب في إعاقة أموت. وهناك علاقة قوية تجمع هؤلاء الأربعة، آسيا وجسور وأموت ويمان. طبعا هم جميعهم عاشوا حياة أطفال الشوارع كما ذكرنا سابقا، وهذا الأمر أدى إلى جعل علاقتهم علاقة قوية جدا ومتينة. وهناك عائلة غنية جدا تدير مشفى سويسلان ويترأسها أشرف سويسلان الذي سلم الإدارة لصهره سرهانت. وأشرف سويسلان لديه ابنة اسمها نستيهان وهي والدة آلاز وتشاغلة وعلي. وننوه إلى أن لديهم طفل تم اختطافه وهو في الحديقة مع أمه نستيهان، وهو علي الذي ذكرنا اسمه سابقا، حيث أنه كان مع أمه في الحديقة وتم اختطافه وتم دفع فدية لكن لم يقوموا بإعادة الطفل، وأصبح الطفل طفل شارع. وقامت نستيهان بإنشاء قسم لمساعدة الأطفال الشوارع في المستشفى لتقديم الدعم لهم. وننوه إلى أن نستيهان تقوم بإقامة حفلة عيد ميلاد لعلي رغم أنه ليس موجود منذ أن تم اختطافه وهو صغير. وننوه إلى أنه في أحد الأيام كان الشاب آلاز الشاب الطائش والفتاة الشاغلة أخته طبعا في حفلة مع أصدقائهم رويا وروزغار. وننوه إلى أن آلاز يحب رويا كثيرا، وأثناء الحفلة كان سمين جدا وقام بقيادة السيارة أثناء العودة للمنزل بشكل طائش، وأصبح في الحي الشعبي الذي يقيم فيه يمان مع عائلته التي ذكرناهم سابقا. ويقوم يمان بتقديم المساعدة لرويال للعودة للمنزل فهي لا تعرف القيادة، وآلاز أصبح عاريا في الشارع لأنه سمل، فقام يمان بإيصال آلاز ورويال للمنزل آلاز وأدخله للمنزل بعد شجار عنيف بينهم. وهناك صادف نستيهان وقامت لتقديم مبلغ مالي قدره $1000 شكرا له على قيامه بتقديم المساعدة لابنها آلاز. وبعدها يعود يمان للمنزل سعيد لأنه سيأخذ أموت لطبيب المعجزة الذي سيأتي لمشفى سويسلان، ويأتي بالفعل ويحضر $1000. وأموت وآسيا وجسور ويأتون سعداء لكن لا يسمح لهم بالدخول ويحدث شجار كبير بينهم ويتم طردهم. وتدخل نستيهان وتعلم أن يمان سيقوم بمساعدة أموت $1000 التي أخذها منها، ويحدث كثير من المواقف ويقوم سرحان بطرد يمان وأموت وآسيا وجسور ويتهمهم باستغلال زوجته والتلاعب بعواطفها، ويغادرون ويرمون الكرسي المتحرك الذي قدمته نستيهان لهم كهدية ويغادرون. وبعدها يقوم ألاز باقتحام منزل يمان ويضرب جسور ضربا مبرحا ويغادر حيث أنه لم يكن يمان بالمنزل. وقام ألاز بذلك انتقاما لضرب يمان له عندما كان سميلا وعندما كان بالسيارة مع رويا كما ذكرنا سابقا. وعندما يعلم يمان بذلك يقوم يمان بالدخول إلى المنزل واقتحامه ويقوم بالمشاجرة مع آلاز في غرفته وينتظره في الغرفة، وتحدث هذه المشاجرة بينه وبين آلاز. وتأتي نسليهان بالصدفة وتشاهد هذا الشجار، ويقوم يمان بطعنها بالسكين بالخطأ وتدخل المشفى. ويشاهد يمان صورته وهو صغير ويعلم أنه علي ابنهم المختطف منذ زمان، ويصارح سرحان بذلك لكنه يتنكر لذلك ويتهمه بالكذب واستغلالهم جميعا من أجل أن يحصل على المال. وننوه إلى أن كثير من العيال وكثير من الأولاد ادعوا أنهم هم علي من أجل أن يحصلوا على المال، ولكنهم فشلوا بذلك. واكتشفت نسليهان الكذب من خلال تحليل الدي ان اي، وبذلك شعرت بخيبة أمل كثيرة منذ زمن ومنذ سنوات طويلة، لذلك لم يصدقوا جميعا أنه هذا هو علي. وبعدها يعلمون بالحقيقة، ومن هنا تبدأ محاولة إدخال علي أو يمان للعائلة والمصاعب التي ستحدث المشاكل أيضا. هذه هي القصة باختصار. ليصلكم جديد أخبار المسلسلات التركية والعربية والعالمية اشتركوا بقناة تك تي في وفعلوا زر الجرس. يمكنكم مشاهدة جميع الفيديوهات السابقة الخاصة بأخبار الفنانين العرب والإشتراك على قناة تك تي في. مشاهدة ممتعة وأوقات سعيدة لكم وشكرا.